هدية مجانية من الزمالك للأهلي، وهدايا للأهلي ببلاش قبل الديربي، وشوية تفاصيل مهمة لازم حضرتك تكون عارفها ولازم حضرتك تكون فاهمها، ومحدش هيقولها لك ومحدش هيعرفها لك، لأن هم مش عايزينك تبقى عارفها ومش عايزينك تبقى فاهمها ومش عايزينك تبقى شايفها. اثبت حضورك بلايك، ولو اول مره تتابعنا يا ريت تعمل متابعه، عشان اليومين دول هنتكلم كتير قوي وكلمه حق بما يرضي الله، وعمرك ما هتلاقي الاهلاويه بيعملوا اللي هقوله لك دلوقتي ده. ومن فضلك شير الكلام ده في كل مكان، في كل جروب للزمالك، في كل جروب على الواتساب، في كل حته تقدر تشير فيها على بروفايلك الشخصي، ووصل الكلام ده لكل الزملكاويه وايضا لكل الاهلاويه، لان هم معانا في اللعبه ومعانا في الصوره وشايفين كل الامور ماشيه ازاي. هدية مجانية من الزملكاوية للنادي الأهلي. مين يا جماعة أفضل في آخر 3 لقاءات قدام جمهوره؟ وانت مغمض عينك هتلاقي الزمالك. مين أفضل في آخر لقاء في الدوري ومحقق نتيجة مرضية وجمهوره حاضر بالصورة الكاملة والشكل كان كويس؟ هتقولك على طول أي شخصية وأي حد بيفكر هيقولك الزمالك كان أحسن. طيب جاوبوا لي انتوا كده معلش، مين جمهوره واثق في فريقه اكتر في اخر لقاء؟ حضرتك كزملكاوي ولا حضرتك كاهلاوي؟ جمهور الزمالك طبعا هيدعم الزمالك وجمهور الاهلي هيدعم الاهلي، لكن بما يرضي الله، انت ثقتك في الزمالك الماتش اللي فات مش كانت 100%؟ او مش 100، مفيش 100% في الكوره، مش 90% مثلا انك تشجع الزمالك وهيكسب؟ مش طلعت لحضراتكم بمنتهى الثقة واقول لك احنا الدوري بدأ والروح والشكل والعزيمة والإصرار و إلى آخره؟ طبعا. لكن العجيب ومليار علامة تعجب ما يحدث من بعض الزملكاوية ومن بعض صفحات الزمالك ومن بعض الناس اللي كل علاقتهم في الحياة ان هو يعرف لعيب اتصور مع لعيب بتاع هنا بقى محنك رياضي، وبقى هو اللي بيمشي الكون، وبقى هو اللي بيعمل، وبقى هو اللي بيساوي، وبقى هو اللي بيقيم، وبقى هو اللي بيختار، وبقى هو اللي بيشيل، وبقى هو اللي بيحط. حضرتك مشجع زملكاوي، من حقك تنصح في بعض الأوقات ومن حقك تنتقد في بعض الأوقات، لكن شوية حاجات كده تترتب علشان المركب تمشي مظبوط. ما ينفعش اللي حضرتك بتعمله دلوقتي. فجأة صحينا من النوم لقينا كل الناس بتقيم شيكابالا. شيكابالا بيلعب في الزمالك من 2002، من 2002 ما تقيمش مرة مثلا او مرتين من الناس، يعني ما شفتش الناس بتقيمه في مرة. الناس ما بتزعلش من شيكابالا، يعني احنا كجمهور الزمالك بنحب شيكابالا لدرجه ان احنا ما بنزعلش منه، لكن حابك نقيم شيكابالا ونشوف شيكابالا ده مستعمل ازاي، ونشوف هياخد كام وعقده ونش الدنيا، لا بيمثل، لا اصله واخد منشطات، لا اصلي شيكابالا. يا عم شيكابالا وحش، انت جاي تفتكر النهارده بعد 25 سنه؟ لا، في حاجه غلط، في حاجه غلط، في حاجه غلط، في حاجه غلط. سبت ايه للاهلاويه؟ الاهلي يا جماعه مخليين مروان اللي هو كان اسمه مروان محسن كان مهاجم مصر الاول عشان اهلاوي. الاهلي كان مخلي شريف اكرامي حارس افريقيا ووحش افريقيا. الاهلي كان مخلي الشناوي في اسوأ حالاته حارس مصر الاول. الاهلي خلى مصطفى شوبير حارس مصر الاول. الاهلي جمهوره بيعرف يكبر، الاهلي جمهوره بيعرف يحافظ، بيعرف امتى ينتقد وامتى ما ينتقدش. عندنا مشكله وكارثه في الزمالك، واكيد حضرتك كزملكاوي عايشه عشان كده طالع منفعل بالشكل ده، انك ليه بتركب الاهلي عليك كوره؟ طبعا يعني ليه بتركب الاهلي عليك كوره؟ يعني احنا دلوقتي سابقينهم بكتير الماتش الجاي واقوى واكتر جاهزيه، واللعيبه حافظين بعض، واصاباتك عندنا اصابات رخمه او عندنا ناس وعندنا بتاع، لكن بتركبهم بكل الطرق. ابراهيم نور الدين، يا عم انا معترض على ابراهيم نور الدين، بس تعالى اقول لك احصائيه كده، احصائيتين على ابراهيم نور الدين. من فضلك اثبت حضورك بلايك، عايزين نوصل يا جماعه الفيديو ده ل 10000 لايك اقل واجب كده، وشيره في كل مكان. عايزين نوصله ل 1000 شير، ل 1000 شير اقل حد. عايز كل واحد هنا في الفيسبوك حاطط الفيديو ده عنده وبعته لاصحابه وبعته لكل الناس، عشان نصحى من الغيبوبه دي ونلحق نفسنا قبل يوم 1 من لقاء الديربي الاهم في هذا الموسم، لان اللقاء ده هيترتب عليه حاجات كتير قوي في الزمالك. اثبت حضورك بلايك من فضلك، واثبت حضورك بكتابه عاش الزمالك، ولو انت اهلاوي كمان اكتب لنا عاش الزمالك. بص يا عم، ابراهيم نور الدين الزمالك لعب معاه كام ماتش؟ 22 ماتش، اتعادل في 6 وخسر في 4. عفوا، الزمالك لعب معاه 32 ماتش، كسب 22 واتعادل في 6 وخسر في 4.
تمام. ايه مشاكل الزمالك مع ابراهيم نور الدين؟ ان هو حسب على الزمالك 11 ضربة جزاء، وخسر ماتشين باسماعيلي ومقصة بسبب ضربة جزاء اتحسبوا فيه، وخسر ماتش اهلي قبل كده قدامه اللي هي كانت اول ماتش لابراهيم نور الدين في الديربي. تمام. طب الاهلي عمل ايه؟ تعال اقول لحضراتكم حالا الاهلي عمل ايه مع ابراهيم نور الدين. وانا مش بقول لك ما تعترضش، بس ما تخسرش فريقك من قبل الماتش. الاهلي يا باشا عمل ايه؟ لعب معاه 38 ماتش، كسب 29، تعادل 8، خسر في ماتش واحد. يعني فرق بينك وبين الاهلي كام ماتش؟ 22 ل 29، وهم لاعبين اكتر. تعادل 8 زي ما انت تعادلت تقريبا، وخسر ماتش واحد. انت خسرت 3 ماتشات تقريبا، يعني عشان بس ما بحفظش، عشان اجيب الاحصائيه الاولى. انت خسرت معاه 4 ماتشات، الاهلي خسر الماتش. يعني النسب مش 70 20 30 مثلا، مش 80 20، لا. اعترض على ابراهيم نور الدين، لكن ازاي تعترض؟ مش انك تخلي لعيبتك تحس انتوا ابراهيم نور الدين احنا خسرنا الماتش فالحجه والمبرر موجود كل سنه وانت طيب. لا، اعترض انك تخلي اللعيبه بتاعتك انصحهم. اعترضوا على اي فاول مثلا، اعترضوا على اي كوره، اعترض على اي حاجه، زي ما لعيبه الاهلي بتضغط وبتعرف تعمل ده كويس جدا، هي والدكه بتاعت الاهلي. ده الدور بتاعي وبتاع حضرتك، ان احنا ننصح لعيبتنا بكده، لكن ان احنا نسلم نمر خلاص يا جماعه احنا خسرنا. ابراهيم نور الدين السلام عليكم يا جماعه احنا خسرنا. شيكابالا وحش يا جماعه، مصطفى شلبي ما بيعرفش يلعب. يا عم اجل تقييمك وهجومك ونقدك اللي فيه جزء للاسف. وفتوح، وواحد طالع يغلط في فتوح ويقول لك فتوح ما بيعرفش. يا عم فتوح مين اللي ما بيعرفش يلعب؟ انت اللي يعني انت مين؟ انت بتفهم ايه في الكوره عشان تقيم فتوح؟ عايز تقيم فتوح اللي الاهلي كان بيلف وراه وكان عايز ياخده، دلوقتي فتوح بقى وحش. فتوح اليوم اللي لما جدد كنا كلنا بنحتفل. فحاجه قمه العجب ان احنا اللي نهد فريقنا وبعد كده نقول اصلي الحكام اصلي. لا، انت المؤامره وانت المشكله وانت الازمه، وانا متعصب علشان احنا في احسن حالاتنا وفي اقوى حالات الزمالك اللي شفتها الموسم ده في اخر ماتش، ولسه معدي ماتش فيوتشر وذهاب فيوتشر، ماتشين فيوتشر وماتش الاتحاد، وجايب فورمه حلوه. والماتش اللي فات نزيكا وزيزو جايب فورمته وفتوح جايب فورمته، وعبد الله السعيد بدا يظهر وناصر ماهر يسجل. لا لا احنا ما ينفعش نخش واحنا كويسين. هد في فريقك واتكلم على كل حاجه مشكله، وطلع الفريق وطلع مشاكل الاداره، وترجع بقى انت شويه عايزين مرتضى منصور، وشويه يشتموا في حسين لبيب، وشويه يشتموا في مرتضى منصور، وشويه يدعموا حسين لبيب. انتوا بتعملوا ايه؟ مش دلوقتي يا اخي. اتعلم حاجه من الاهلاويه يا اخي. الاهلاويه الراجل فضل 3 سنين ولا سنتين كل يوم يصحى الصبح يتكلم، ينام يتكلم، يصحى يتكلم. ما شفتش واحد فيهم واحد، لا شفت واحد من كام مليون اهلاوي، شفت مثلا 10 اتكلموا على الاداره. احنا عندنا بس لو واحد عطس قدام النادي بقت الاداره فاشله وحراميه واللي قبلهم بتوع عمولات، واللي بعدهم. لا، حضرتك بتهد نادي الزمالك، وحضرتك خطر على نادي الزمالك، وحضرتك كده بتهد نادي الزمالك. اعتقد معظم الزملكاويه هيبقوا متفقين مع كلامي. ادعموا الزمالك، ادعموا الزمالك، ادعموا الزمالك، انسوا اي حاجه سلبيه. والله العظيم والله العظيم احنا افضل، واحنا نستحق، واحنا اللي بندي دلوقتي الهديه للاهلي. اصحى يا صديقي، اصحى قبل ما تلاقي نفسك يوم الاثنين خارج بخساره، لانك شتت لعيبتك، لانك اديت لهم مبرر للهزيمه، لانك صنعت فتنه بين الصف الزملكاوي، لانك قللت من شيكابالا ودخلت شيكابالا اللي بتقيموه دلوقتي وبندعمه دلوقتي. يعني هو شيكابالا فجاه كده صحينا من النوم، شيكابالا اللي خارج من مصيبه في تعبه، اللي خارج من تنفس واكسجين وخارج من الكلام ده، بدل ما يلاقي الجمهور بيدعمه يلاقي ناس في الزمالك زملكاويه طالعين يقيموا شيكابالا النهارده. يا عم طب كنت قيمه من شهرين كنت هقول لك عادي طبيعي. انا بقى هبدا اصدق ان في زملكاويه بيقبضوا عشان يدمروا الزمالك، هبدا اصدق المؤامره دي. يا جماعه من فضلكم احنا 1000 في اللايف، من فضلكم انا عايز ال1000 دول عاملين لايك و1000 شير، ووصل الكلام ده، ابوس ايدك لكل زملكاوي. 1، ادعم لعيبه الزمالك الى ان يثبت العكس. 2، عليك دلوقتي بان انت لو عايز تتكلم عن الحكم وتعترض على الحكم، اعترض عليه زي ما انت عايز دون ابداء مبرر. لعيبه الزمالك انتوا هتنزلوا ابراهيم نور الدين جايبين لك سيد عبد الحفيظ حكم، انزل والعب راجل واكسب وحارب على كل كوره، واعترض لما تتظلم، وما تعترضش لو الكوره ما فيهاش حاجه. ما تديش لنفسك مبرر وتنزل خسران لكنك ماسك بلاي ستيشن، دراع بلاي ستيشن، ونازل تلعب ماتش. اصل الدراع بايظ من قبل الماتش. اقسم بالله لو انت احرف لعيب في العالم هتخسر. طول ما في مبرر في خساره، وطول ما في
شماعه هتلاقي اللي يتعلق عليها. احنا ما عندناش شماعات. انا عايز زمالك جديد، عايز اغير المؤامره اللي احنا عايشينها. لو في بعض الاوقات بنتظلم مش وقتها. اتكلم عليها امتى؟ الماتش الصفاره خلصت، اتظلم، نطلع بقى يا باشا وافضح واتكلم، وانا اول واحد هبقى في ظهرك في ده. لكن دلوقتي اللي بتعمله ده حاجه من الاثنين، يا اما مؤامره، يا اما بنلبس نفسنا العمه، يا اما حضرتك ليك مصلحه ان الزمالك يفضل واقع، يا اما حضرتك بتكره حد او عندك مصلحه جوه الزمالك، او في لعيب بيقبضك عشان تدفع للعيب تاني او عشان تكبر لعيب تاني، او في حد دافع لك من الناحيه التانيه عشان تشوه في لعيب. يا اخي ده الاهلاويه نفسهم ما جابوش سيره شيكابالا المره دي. عايزين ايه؟ علامه تعجب كبيره. واتمنى من قلبي الرساله توصل من هذا البث المباشر المهم جدا جدا جدا، يمكن بالنسبه لي اهم بث مباشر انا طالعه في المواضيع دي، وعايز اشوف وجهات نظركم. وهرجع لكم بقى لمفاجاه كبيره. مباراة ب3 نقط؟ لا يا استاذه ياسمين، مش مباراة ب3 نقط، مباراة هتقيم الصفقات بشكل حقيقي في نادي الزمالك لانها خدت وقتها، مباراة هترجع الزمالك للمنافسة سواء على الدوري او المراكز الافريقية، مباراة الزمالك احتاجها معنويا بشكل كبير علشان البطولة الكونفدرالية، مباراة جمهور الزمالك مستني يرد كرامته فيها من اللي حصل في لقاء السعودية، مباراة جمهور الزمالك يتعطش ان هو يتكرم بعد العك اللي حصل فينا، مباراه الزمالك محتاج يكسب لان الزمالك ما كسبش الاهلي من الدور في الدور الاول بقالنا سنين كتير قوي قوي، فيها ليها حاجات كتيره قوي 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 قوي. انتوا هتكسبوا لان الاهلي ناقص. هاني يا عم، هاني ما بتفرقش. انت عمال تتكلم على الاهلي ليه يا عبيط؟ ماشي يا حمو، شكرا لحضرتك يا متربي يا ابن الناس المحترمين. انا ممكن اقول لك كلمه واحده، انا قادر احبسك ورحمه ابويا قادر احبسك بالكلمه دي 6 شهور، وده القانون المصري ويخش شوفه. قادر ان انا اخد حقي منك بالقانون، لكن ليه عارف مش هعمل كده؟ عشان انت عيل، طفل صغير مش محترم، اهلك ما عرفوش يربوك، خارج من بيت لا يعرف الحياء ولا الاحترام ولا القيم ولا المبادئ، خارج من بيت مش زي البيت النظيف اللي انا خارج منه. علشان كده لن اتدنى ولن اتطاول عليك لانك عارف انت تحت كده بيتداس عليها. بحبك، شكرا يا استاذ هاني، ربنا يخلي حضرتك. ماضو صوت الزمالك الاول، ما تردش على ابو باشا. الله يبارك يا محمود، شكرا لحضرتك. ماضو الاعلامي المحترم، الله يخليك يا رامي، شكرا لحضرتك. بابا المجال وعمه خالد وخاله، شكرا يا محمد يا دياب. عاش الزمالك خريف العمر، تحياتي لحضرتك. ماندو العقاد، حبيبي يا ماندو. يا ماضو يا ريت اللي بيغلط ما تعبروش، وكل واحد اللي يقول يقلل من قيمته. يا صاحبي معلش انا قريت تعليق والله، يعني ما مش هعمل بقى مش عارف ايه، بس يعني شيء قليل. عارف اللي بيقول لي عبيط ده؟ يعني لو شافني في الشارع اقسم بالله اقسم بالله ما يتجرأ يعدي من قدامي، بس هحطه في شنطة عربيتي والله واعمل له سندوتشات. يلا خير خير. انت محترم يا ماضو، شكرا يا استاذ محمد الشبراوي. بصوا انتوا بتردوا على الناس، يعني كم التعليقات اللي اتكتبت دلوقتي. انا اهلاوي بعزك محمد زراع، انت محترم يا ماضو. احمد ابو عوده، احلى ماضو في العالم حسام جمال، بابا المجال واحد بس، شكرا حازم. انا اهلاوي بحترمك جدا، شكرا ابو محمد. وائل ابو بعاش الاهلي، ماشي يا سيدي، عاش ماضو ماضو بابا المجال. مصطفى محمد، انت محترم يا ماضو، شكرا استاذ محمد يا شبراوي. شوفوا حضراتكم الكلام الحلو بتاعكم ده يرد على كل الصغار اللي عملوا كده. وعلى فكرة المحترم محترم، سواء أهلاوي سواء زملكاوي سواء بيشجع الجن الأزرق، محترم وخارج من بيت محترم. والمتطاول متطاول سواء أهلاوي أو زملكاوي أو بيشجع أي حد. أنا هنا بحب المحترمين عشان المحترم بيحب المحترمين. من أي انتماء، عايزك نظيف راقي تلاقيني حطك على دماغي. دمتم في امان الله ورعايته. كنت معاكم محمد عبد العال ومادو. اوعى تنسى تعمل لايك، عايزين نوصل يا جماعه الفيديو ده ل 10000 لايك. اوعى تنسى تشير الفيديو، لو اول مره تتابعنا يا ريت تعمل متابعه حالا، وسبسكرايب على اليوتيوب وفي كل مكان. واتمنى نلتقي على خير، واتمنى رساله الفيديو تكون وصلت. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.